سلام الله عليكم متابعي الكرام، سررت بلقائكم مجددا في هذا العرض الإخباري، وهذا أبرز عنوانه: نشرة إنذارية: موجة حر أيام عيد الفطر بالمغرب. لكن قبل الشروع في التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. وفي التفاصيل: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 34 و 40 درجة من يوم الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبلين بعدد من أقاليم المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 35 درجة و 39 درجة من الثلاثاء إلى الجمعة بكل من عمانة وأقاليم طاطا، تارودنت، قلميم، آسا، زاكو وسمارة. كما يرتقب تسجيل درجة حرارة تتراوح ما بين 36 درجة و 40 درجة في نفس الفترة بكل من إنزجان، أيت ملول، أكادير، إدوتانا، شتوكا، أيت باها، سيدي إفني، طنطا، العيون، طرفايا، بوجدور أو سرد واد الذهب. ومن المتوقع أيضا تسجيل درجة حرارة تتراوح ما بين 34 درجة و 38 درجة من يوم الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبلين بكل من عمانات وأقاليم الفقيه بن صالح، أزلال، بني ملال، سيدي بنوس، طاط، الحوز، شيشاوة، قلعة سراغنا، الصويرة، مراكش، الرحامنة، آسفي واليوسفية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.